السلام عليكم. حبينا نعمل ديكور بديل خشب ورخام ببواقي البوهية بتاعتنا. في البداية خدنا علامات، سيبنا 50 سنتي من كل ناحية، وخدنا لزق زي ما حضراتكم شايفين، يعني وصلنا الجنب من الآخر، من هنا 50 ومن الناحية التانية 50. هتتفضل معانا المساحة اللي في النص. المساحة اللي في النص يا جماعة هي اللي نعملها زي الرخام أو زي بديل الرخام. طبعا هنعزل أي شغل لأن الشغل كله متشطب، علشان هنشتغل بخامة الاستوكو، والخامة دي يعني زي المعجون شوية، فممكن تبهدل الدنيا. في البداية طبعا احنا عايزين الاستوكو بتاعنا او الرخام بتاعنا لون اسود، فهاخد بلاستيك مطفي وهلونه بلون اسود بالمركزات عادي جدا زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده هبدأ ادهن المساحة اللي انا حددتها برضو باللون الاسود المطفي، ده اسود مطفي. بعد كده هاخد دي خامة الاستوكو اللي هنشتغل بيها، استوكو من استوكو انتيكا من جوتن. بعد كده هقلب قبل ما اعمل اي حاجه، طبعا اي خامه يا جماعه بقلبها، وهاخد شويه من اللون الابيض خليهم في علبه على جنب علشان احتاجهم بعدين. يعني دي الاستوكو ده الحاجه الوحيده اللي احنا اشتريناها، لكن باقي الديكور بالكامل زي ما حضراتكم شايفين هتشوفوا يعني عملناه ببواقي الدهان الموجوده عندنا. بعد كده هاخد مركز اسود بريموكات، يعني يفضل بريموكات لانه قوي في التلوين. ادي كل الفكرة من بريموكات، وهفضي زي كده وهبدأ اقلب لغاية لما احصل على اللون الاسود اللي انا عايزه. بعد كده البطانة اللي احنا بطناها هبدأ اعمل لها مرشمة، هشيل اي روايش تمام باستخدام سكين السلس. وبعد كده هبدأ اسحب الاستوكو بتاعي اول سكينة، وانا بقول اول سكينة ان احنا هنسحبه سكينة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما نحس ان الحيطة بتاعتنا تشبعت تماما، اصبحت ناعمة تماما، واختفت مسام الرولة، وده اهم حاجة يعني في الحكاية كلها تمام، علشان لما تيجي تلمع الشكل يطلع معاك حلو ويطلع معاك النتيجة كويسة ان شاء الله. هبدأ اقفل بالراحة وهسيب طبعا لحمية على الحيطة، مش هشيل يعني. بعد ما خلصت 3-4 سكاكين هبدأ اعمل تقطيع كده عشوائية. ليه بعمل تقطيع عشوائية؟ لان زي ما انت شايف علامة سحب السكينة باينة، فانا اعمل التقطيع العشوائية دي بحيث لما لمع تظهر التقطيع العشوائية، ما تظهرش معايا علامة السكينة في الطول والعرض. بعد كده هاخد الاستوكو الابيض اللي انا ركنته على جنب، وهبدأ اعمل عروق كده بطريقة عشوائية، عروق بيضة زي ما حضراتكم شايفين، بطريقة عشوائية خالص او باي طريقة انت عايزها. يعني لو في ديكور معين رخام عايز تقلده فهتمشي حسب الديكور اللي انت عايزه. ده الديكور اللي انا هعمله في الحالة دي. بعد ما افرد يا جماعة هلم برضه. بعد ما خلصت الشكل اللي انا عايزه حضراتكم شايفين، هبدأ المع بالسكينة بتاعتي، هكوي بالسكينة الستانلس اللي انا شغال بيها برضو، لان شغالين انا والمعلم عبد الله بنكوي، بياخد مجهود شويه في الكوي. طبعا احنا ما عندناش يعني انا بشوف في اخواننا في المغرب العربي عندهم مهاره في التلميع احسن مننا الصراحه. عايز الحكايه عايزه صاروخ سرعات، وعايزه البولش والصنفره اللي بيشتغلوا بيها. عموما بعد ما هنكوي وصلنا لدرجه لمعان كويسه يعني محترمه، هبدا اعزل الجنب بتاعي، هاخد عليه لزق زي ما حضراتكم شايفين علشان ابدا اكمل الديكور اللي انا عايز اعمله. فهبدا اعزل زي ما حضراتكم شايفين تمام بالراحه، بحيث الدنيا تطلع مظبوطه وما يطلعش فيه اي ديفوهات معايا. هعزل الناحيه دي وهعزل الناحيه التانية باللزق العريض، ويفضل اللزق يكون لزق عادي، لان في لزق عادي يا جماعه وفي لزق حراري. اللزق الحراري ممكن يطلع من الدهان حتى لو التأسيس بتاعك قوي. بعد كده هبدا اخد علامات بالمتر بتاعي 15 سنتي. العلامات اللي انا باخدها دي 15 سنتي، خلي بالكم تمام. هاخد العلامات دي تحت وهرجع اخد نفس العلامات فوق زي ما حضراتكم شايفين. وانا المعلم حودة بالخيط العلام هنبدأ نعلم على العلامات اللي احنا عملناها بالشكل ده. بعد ما علمنا على العلامات هاخد لون بني كده وبالفرشة وهنهن على العلامات اللي انا علمت عليها زي ما حضراتكم شايفين. ده اللي انا بدهنه، الدهان بدهنه ده مط، فعشان كده انا بقول لكم انا عملت الديكور ده ببواقي الدهان، لان لما حسبنا التكلفة للعميل يعني فميزانيته مش هتسمح له انه يعمل مثلا بديل خشب رخام في حدود 5000 جنيه، فاحنا حبينا نعمله الديكور باقل من كده كتير.
بعد كده هرجع اكد على العلامات مرة تانية زي ما حضراتكم شايفين الطريقة دي، نفس 15 سنتي اللي انا خدتها، بس انا طبعا لما دهنت اتمسحت، فهرجع اكد عليها وهبدأ الزق لزق 2 سنتي. تمام زي ما حضراتكم شايفين كده على الدهان اللي انا دهنته، هلزق لزق 2 سنتي. بعد كده هاخد شوية، ده تشطيب الحائط فانيلا لاتيه، فهاخد شوية منه. تمام وهبدأ يعني اغمجهم شوية الفانيلا دول، هضيف عليهم شوية بني فقط لا غير. يعني الديكور زي ما انتم شايفين احنا مش هناخد، ما خدناش غير 2 كيلو ستوكو بس، فهبدأ احط كده المركزات البني وهغمج. طبعا هخليه افتح من الخطوط اللي انا عملتها، مش اغمق يعني، هو افتح بالفعل من الخطوط. هبدأ ادهن بالرولة الصغيرة وهدهن على مهلي علشان يعني ما بهدلش الستوكو اللي انا عملته. تمام بعد كده بعد ما دهنت وشين هبدأ اشيل اللزق علشان نشوف مع بعض النتيجة النهائية لحظة الحقيقة. هنشيل اللزق براحتنا برضو، ولو حصلت اي تشيكات بنشيكها في الاخر، ما عندكش اي مشكلة. طبعا بنحتفظ باللون بتاع الارضية، بنحتفظ باللون التاني اللي دهنا بيه فوق الارضية علشان لو في تشيكات نشيكها من غير اي مشاكل. نبدأ نشيل اللزق بتاعنا بالطريقة دي، نبدأ نشيل اللزق من الناحية التانية. طبعا استاذ محمد بيقول لي يشيل البرميل ويقفل الباب علشان ناخد لقطة كاملة، يعني المصور بتاعنا. ودينا قفلنا الباب، باب الابيض بسم الله ما شاء الله، مع الديكور يعني عامل منظر جميل. ده كده ديكور من منظر ابعد شوية، لا بأس بها يعني. وادي كده مع البابين، وادي كده انت وداخل الشقة المنظر اللي انت هتشوفه بعد التنظيف. طبعا اتمنى الديكور يعجبكم.